الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناتي قناة لمسة. النهاردة هنعمل مع بعضنا البوريك ده من الأكلات التركية إن شاء الله، حاجة كده أتمنى كده تنال إعجابكم وتكون قدمنا لكم فكرة جديدة إن شاء الله بإذن الله. تعالوا نشوف مع بعضنا المكونات بتاعتنا. دي مكونات العجينة. مكونات العجينة هي كيلو دقيق. كيلو دقيق بياخد 10 بيضات، بياخد 10 جرام ملح أو معلقة ملح. ما بيتعجنش بمية، هي عجينة المكرونة تعتبر يعني، أو عجينة اللازانيا. بنعجنها من غير مية، هي البيض والدقيق والملح. بتطلع معانا تبقى بالشكل ده. بنفردها على الفرادة كهرباء أو فرادة يدوية، المردانة يعني. بنفردها لحد ما تبقى رقيقة خالص. نفضل نفرد فيها لحد ما تبقى رايقة جدا زي اللازانيا كده. ماشي. واحنا بنفردها طبعا بنحط دي بحيث ان هي ما تلزقش في بعض، تبقى عازلة من بعضيها. تمام. شوف احنا بنفردها ازاي. بنلفها على المردانة على الفرادة، وفي نفس الوقت بنضغط عشان تتفرد. بس طبعا لازم يكون فيه دقيق بحيث ان هي ما تلزقش. شايفين طريقة الفرد عاملة ازاي؟ بنضغط جامد بالفرادة، بس الدقيق طبعا هو ما بيخليهاش تلزق. احنا بنزود لها دقيق. طبعا هي بتكون على العجينة شديدة شوية عشان هي ما فيهاش مية، بتكون عبارة عن بيض. البيض والدقيق والملح بس، متاخدش مية. واحنا بنفرد برضه بنحاول نشدها كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. فردناها بنحط بقى نرص وقطعناها دواير بالطبق او بالفورمة. بنقطعها بالفورمة اللي احنا هنحط فيها، او بالطبق بطبق على قد على حسب حجم الفورمة اللي عندنا. حطيناهم فوق بعض واحدة واحدة، وبين كل واحدة دقيق. بنفردهم بالفرادة او دخلناهم تاني في الفرادة يطلعوا معانا بالسمك ده. وتبقى رقيقة كده. ماشي زي ما حضراتكم شايفين، تبقى رقيقة بالسمك كده. طبعا دي هتحتاج الفرادة اليد والفرادة الكهرباء، ما تجيبهاش بالشكل ده. نيجي بقى لمكونات الحشوة بتاعتنا. معانا ورق بقدونس، معانا جبنة شيدر أو أي جبنة بتسيح، معانا جبنة روكوتا، معانا سمنة سايحة. الجبنة الروكوتا طبعا مش مالحة، ممكن نحط فيتا، بس الفيتا مش مالحة. ممكن نحط فيتا وروكوتا مع بعض على حسب ما انتوا عايزين. عادي الموضوع متاح. أي جبنة بيضة عندكم اللي تحبوها حطوها، مفيش مشاكل. وأي جبنة بتسيح. طبعا نيجي بقى نسلق العجينة بتاعتنا، وهنحط شوية ملح في المية وهنسلقها. وبعد ما تتسلق بالشكل ده، مش هتكمل هي طبعا نص دقيقة كل واحدة أو دقيقة على حسب النار. وبنبرد عليها في مية باردة. بعد كده بنطلعها من المية الباردة، وبنيجي نشتغل بيها. بنجيب الفورمة بتاعتنا، الصينية بتاعتنا اللي هنفرد، اللي هنحط فيها. هنحط الطبقات بتاعتنا. ماشي. اللي هي العجينة. طبعًا هتبقى في زيادات، بس طبعًا هي الزيادة هي الفورمة هنا أكبر من العجينة أكبر من الفورمة، بس عادي يعني ما فيش مشكلة. كده هتبقى عازلة من بعضيها عشان السمنة هنحطها. بنحط كل طبقة ونحط سمنة. ممكن نحط طبقتين عجينة وبعد كده نحط الجبنة، وممكن نحط 3 طبقات، ممكن نحط طبقة ونحط زي ما حضراتكم تحبوا عادي يعني، الموضوع متاح. حطينا الجبنة بتاعتنا بالشكل ده. عايزين تكتروا الجبنة ماشي، عايزين تقللوا الجبنة ماشي. الموضوع متاح زي ما تحبوا عادي. ماشي. بنحط الجبنة بتاعتنا اللي هي الشيدر، أو أي جبنة عندنا، جبنة جودة، جبنة شيدر، جبنة رومي، اللي تحبوها والمتاحة قدامكم عادي مفيش مشاكل. وبنحط ورق البقدونس بتاعنا بالشكل ده. بنيجي بعد كده بقى بنحط طبقات العجينة تاني، اللي هي عجينة اللازانيا دي أو عجينة البوريك. هنحط بقى كذا طبقة، ممكن طبقتين، ممكن طبقة، ممكن 3 طبقات. تمام. يفضل طبقتين أو 3. ماشي. بنحطها هتبقى طبعًا فينا أي حتة مثلًا تتقطع أو أي حاجة زي كده بنحطها، ونحط شوية سمنة على الوش. طبعًا ما بين كل طبقة وطبقة بنحط سمنة بحيث إن هي تبقى مورقة وعازلة من بعضها. تمام. حطيناها ونحط شوية سمنة كده على الوش بالشكل ده. ماشي. بحيث إن هي تخليها تلمع من فوق وتكون حمرا. هنيجي بقى ندخلها الفرن. إن طلعت معانا بالشكل ده، خدت وش معانا. بعد كده هنيجي نقلبها في الصينية وندخلها لحد ما تستوي معانا. ما تكونش على حرارة عالية أوي يعني. طلعت معانا بقت بالشكل ده. وجينا نقطعها، نقطع منها مثلث. طلعت معانا بقت بالشكل الجميل ده. أتمنى تكون نالت إعجابكم. أتمنى كده أكون قدمت لكم فكرة جديدة. بوريك من الأكلات التركية، وأشكركم شكرا جزيلا.